السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير جميعا. النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض كده سمك، يا رب يعجبكم. اول حاجة طبعا انا محضرة السمك كده زي ما انتم شايفين، غسلاه غسلة حلوة ومصفياه في المصفى، وهبتدي املحه. طبعا جبت الطبق بقى وهحط فيه معلقتين من التوم كده حلوين، معلقتين حلوين كده من التوم زي ما انتم شايفين. هبتدي احط التوابل بتاعتي بقى، واحط هريسة الشطة. حطيت معلقة كده من هريسة الشطة، شوية كمون. في بقى بيحبوا الفلفل الاسود وفي ما بيحبش الفلفل الاسود، انا بصراحة بحب احط فلفل اسود في السمك. حطيت شوية من الفلفل الاسود. اظبط الملح بتاعي بقى كده، واعصر عليه الليمون كده، واعمل احلى تتبيلة. الحاجة لما بتبقى موجودة كده في البيت، والهريسة الشطة جاهزة والثوم مفروم، ما خدش وقت خالص لان الحاجة كلها فعلا كانت موجودة جاهزة. اعصر كام ليمونة بقى كده حلوين. انا بحب اكتر الليمون على السمك. جهزت التتبيلة كلها كده زي ما انتم شايفين، وقلبتها تقليبة حلوة كده. وهبتدي بقى السمك بتاعي امسكه واحدة واحدة كده بقى املحه. شايفين من الضفاع؟ هجيب سكينة لان السمكية الكبيرة انا بحب اشقها كده من النص عشان تستوي كويس. حط بقى كده بالمعلقة كده في قلب الفتحة اللي فتحناها ديت. بتبل السمك كله كده بنفس الطريقة، ولو فاض بقى حبة في الاخر بروح مقلبة فيهم السمك. هنا بقى دي صينية سمك انا جايبة، كنت قشر بياض برضو منضفاه ومجهزاه كده. حطيته رصيته في الصينية وتبلته برضو بالتتبيلة بتاعتنا كده، وحطيت اللي فاض عليه زي ما انتم شايفين كده. حط بقى عليه شوية زيت، هنعمله بالزيت والليمون كده وندخلها الفرن. هتبقى معانا احلى صينية سمك. هقطع عليه بقى شرايح من الليمون. طبعا احنا حاطين في التتبيلة ليمون كتير، ودول بقى فوق الوش كده للتحمير. وهنحط بقى ايه، بصلاية مع طماطماية، كله فوق الوش كده، وبعدين ندخلها الفرن. انا بحب صينية السمك فعلا بيبقى عليها ليمون حلو كده وكتير. حطيت زيت وليمون بس، وهقلبهم بقى كلهم في بعض كده. احط طماطمايه عشان وش الصينية ما يتحرقش، وقرن فلفل. بس قطعنا الفلفل كمان كده على الصينية بتاعتنا ديت الجميلة دي، وهحط طماطمايه برضو فوق الوش. هيبقى معانا احلى صينية سمك. شايفين الجمال؟ بصوا شكلها بيتكلم. بس كده حبايبي، دي الصينية بتاعتي بقى ادخلها الفرن كده واخرجها واوريها لكم. الصينية بتاعتنا في الفرن. هبتدي بقى اعمل الرز سريع كده. نمسك بصلاية حلوة كبيرة كده ولا بصلتين حلوين، ونقطعهم كده ونولع عليهم. انا بحب رز السمك البصل بتاعه يكون محروق، يعني مش محروق، يكون متحمر شوية. نغمقه كده شوية عشان يطلع لنا الرز غامق كده وشكله حلو. قطع البصل كله بقى زي ما انتوا شايفين كده. حطيت بصلتين حلوين كبار، حط عليهم الزيت وولع عليهم علشان اعمل الرز. والصينية طبعا في الفرن، ومتبلين السمك على القلية على طول. بس حبايبي هنا بقى خلاص قطعت البصل زي ما انتوا شايفين كده. احط عليه الزيت واسيبه بقى لما يتحمر. قبل ما البصل بتاعنا يتحمر برضو هحط الزيت عشان يسخن للقلية، واسيب الزيت يسخن كده، وابتدي بقى ايه اتبل السمك كله بالدقيق كده، او اعفر السمك بالدقيق. المهم ان انا جبت صينيه وحطيت فيه الدقيق كده زي ما انتوا شايفين، وهمسك سمكايه سمكايه بقى كده اتبلها بالدقيق. بقلب السمك بتاعي كله في الدقيق كده. طبعا قبل ما بحطها في الطاسه بنفضها تنفيضه كويسه عشان الزيت بتاعنا ما يتحرقش.
بقلبه كله كده في الدقيق زي ما انتوا شايفين. بس كده اهو. اخلص بقى الكمية بتاعتي كلها كده وابتدي اقلي فيه. انا طبعا مولعة على الزيت وموطية عليه لغاية ما اخلص تتبيلة الدقيق كلها كده زي ما انتوا شايفين. بس كان الزيت بتاعي سخن بقى، هبتدي احط فيه السمك كده سمكية سمكية عشان اقلي السمك بتاعنا. طبعا الزيت طبعا متصل، ربنا يكفينا شر النار. بنخلي بالنا طبعا واحنا بنحط السمك زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بياخد لون بقلبه على الوش التاني على طول. لغاية ما بيتحمر بقى وتلاقوه ذهبي كده ولونه حلو كده زي ما انتوا شايفين. بظبط الطاسة بتاعتي. اول ما بتلاقوه ذهبي كده جبت طبعا سرفيس بقى وحطيت عليه منديل ورق وعشان اطلع عليه. بقلب البصل زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما يوصل للون اللي هو بقى البصلة الغامقة البني كده، مش محروقة، بس انا بغمق البصلة عشان لون الرز. رز السمك ده معروف ان هو بيبقى لونه غامق شوية. بس هنا السمك بتاعنا استوى بقى. بنشيل واحدة واحدة كده بالراحة، بنصفيه من الزيت وبنحطه طبعا على منديل ورق من بتوع المطبخ. بصفيه كويس كده وبطلعه. بصوا منظره جميل ازاي، والله الكاميرا ظالمة لون السمك. البصلة بتاعتي اتحمرت اهي زي ما انتوا شايفين برضو. بصوا لون البصلة دوت، هو ده اللون اللي انا فعلا ببقى عايزاه. بقلبها تقليبة سريعة كده وهديها ميتها بقى وخلاص كده يبقى معانا رز مصري بياخد كوباية مية على كوباية الرز. بسيب البصلة تغلي بقى كده عشان تنزل اللون اللي فيها ده في قلب المية، وبسقط الرز يغلي وبوطش عليه. طبعا بملحه واظبط الملح بتاعه. طلعت السمك اهو اللي اتقلى. هبتدي بقى احط في الطاسة، بنضف الطاسة بقى وببتدي احط فيها تاني. بس كده يا حبايبي لغاية ما اخلص بقى كمية السمك كلها. هنا بقى كنت بعمل بابا غنوج، بس بصراحة ما كانش فيه وقت ان انا اصوره. انا بحب اعمل بابا غنوج بالهاند بلندر. بس كده يا حبايبي ده الرز بتاعنا وده صينية السمك وبابا غنوج وخليلنا طماطم. بصوا منظر السمك وجماله. طلعنا الصينية طبعا من الفرن. وده كان النهاردة الطبق بتاعنا، صينية السمك وسمك مقلي وبابا غنوج وطماطم مخللة. وده كده كان نهاية الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم، وطبعا رأيكم يهمني. هستنى رأيكم في التعليقات، تقولولي ايه رأيكم في السمك بتاع النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يا حبايبي. باي باي.